بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم أحبائي في الله، حلقة جديدة نمشي وراه كأننا نراه، من هنا مر وهنا صلى وفي أي دار حل. نحن الآن متواجدين في منطقة تسمى بمنطقة بني ظفر، ولها قصة عجيبة مع النبي صلى الله عليه وسلم. وخلفي تقع مقبرة بقيع الغرقد، جعلها الله لي ولكم تربة، يعني مدفننا يكون هنا بإذن الله تعالى. وبعدها المسجد النبوي الشريف الذي يبعد عن منطقة بني ظفر بحوالي 500 أو 600 متر. اليوم بإذن الله تعالى سوف نخبر خبر هذه القصة التي وقعت مع النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه عبد الله بن مسعود، وكان رفيقهما الثالث معاذ بن جبل رضي الله عنهما وأرضاهما، وبعض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. في هذه المنطقة أحبائي في الله جاء النبي صلى الله عليه وسلم كعادته عندما يخرج إلى القبائل وإلى المساجد والبيوت، يصلي في كل مسجد. وحين قدم من بيته من المسجد النبوي الذي يقع هنا مسجد النبوي ومقبرة البقيع الغرقد التي دفن فيها أزيد عن 10,000 صحابي، جاء النبي صلى الله عليه وسلم راكب بغلته ومعه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم وأرضاهما، ومعه بعض الصحابة. جاءوا إلى هذه المنطقة كانت تعيش فيها قبيلة بني ظفر. قبيلة بني ظفر جاءها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عندها في موضع من هذه المواضع حين كان ليس بزمن بعيد مسجد طوله 3.70 وعرضه 3.70. هذا المسجد الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثت معه حادثة ليرويها لنا من الراوي، يرويها لنا ويقصها علينا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. وصل النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته إلى هذه المنطقة، وربط بغلته على حجر، ثم جلس فوق الحجر وصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، ثم قال لعبد الله بن أبي مسعود رضي الله عنه وأرضاه: أقرأ علي القرآن يا عبد الله بن مسعود. تعجب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، قال: كيف أقرأ عليك القرآن يا رسول الله وعليك نزل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أحب أن أسمعه من غيري. قرأ عليه عبد الله بن مسعود ما تيسر من سورة النساء حين إلا أن وصل إلى هذه الآية: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الله أكبر يا حبيبي يا رسول الله. هذه الآية التي أبكت النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أن بغلته تأثرت من بكاء النبي صلى الله عليه وسلم واهتزت بحافريها حتى تركت آثار أقدامها فوق الصخر. النبي صلى الله عليه وسلم مبعوث رحمة للعالمين. هذا الذي حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان في قبيلة بني ظفر وصاحبيه عبد الله بن مسعود ومعاذ بن الجبل رضي الله عنهما وأرضاهما. نكمل المسير بإذن الله تعالى ونخبر خبر آخر وقصة أخرى حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبيلة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.